هي عجينة بيتزا بالعدس. احلى بيتزا موجودة بتشوفوها بدون طحين، مادة وحدة فقط للي معهم حساسية بالجلوتين، بالعدس عملناها. مادة وحدة فقط هي العدس. أطيب بيتزا وأسهل بيتزا جلوتين فري وبلا طحين. والله لتكيفوا جماعة الجلوتين، للي معهم جلوتين وحساسية. عدس تقريبا او 200 جرام مي سخنة ننقعهم شي ساعة. المي حرارة الإصبع تقريبا، يعني بنتحملها 3 ثواني وبنشيلها يعني بتصير سخنة هيك تمام. أو إذا مي باردة بدهم 4 ساعات. نغطيها ونتركها ساعة. هي بعد ساعة بدنا نغسلهم. شوفوا كيف نفشة الحبة، هي بعد ساعة تقريبا. ممتاز. لا نصفيهم وبنغسلهم. نرجع لهون. نشيل الميزان. لبعد ما نعمل شوي هسه هون شايفين هلا هيك قوامه ممتاز، صار مثل العجينة الرخوة. هيك ممتاز. صينية ورقة زبدة، نحط المزيج. نلفه منرقه رقيق كتير. نخبزهم بدرجة حرارة 190 تقريبا 15 دقيقة ل 20 دقيقة، فرن مروحة. تمام. هلا طلعوا من الفرن، نتركهم ليبردوا شوي ويرتخوا. تمام. هي الصغيرة نتركهم ليبردوا شوي. تمام. هي بعد ما بردوا شوي 5 دقايق بس. شايفين كيف طرية شوي كبير. هلا بدنا نحط لهم الحشوة. عندي هون انا صوص بيتزا معمول هيك على السريع. هون شوي وهون شوي. شلون برلون نعملها كلاسيكية، بس بنحط شوية جبنة موتزاريلا. حاطين بندورة بس هيك مشان تغيير شكل. شوية زيتون. حط لهم صغار جبنة مشللة على الفرن. وهي احلى بيتزا بدون طحين. هي احلى بيتزا موجودة بتشوفوها بدون طحين، مادة وحدة فقط للي معهم حساسية بالجلوتين، بالعدس عملناها. وهي الميني بيتزا هلا بنقرشها مع الجبنة المشللة، وهي جبنة موتزاريلا، شوية بندورة وزيتون، شغلة بسيطة خفيفة نظيفة. كيف البيتزا العجيبة. أحلى بيتزا بدون طحين، جلوتين فري وهرة حبة العيتون. هاي شايفين ما أحلاها، بتجنن. هاي بالعدس. تمام. بسم الله. شغلة استفرجيكم شوي هيك على السريع. ماشي، شوفوا كيف. بتجنن بتجنن، رهيبة. بسم الله. لطيف.
شو هذا؟ لا تنسوا اذا ما متابعني تابعني، لايك وشير وتعليق وتاج لاصحابكم اللي بتعرفوهم واللي ما بتعرفوهم. سلامات.